السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم المرمطة، يوم المرمطة، يوم المرمطة. بس اللي استعنا على الشقة بالله. النهارده هنعمل أكلة خفيفة كده مع بعض. طبعا مش أكلة خفيفة، مش أنا اللي عاملاها، يعني هي موجودة. بس قبل ما نبتدي الفيديو هتقولي ايه؟ يلا برافو عليكي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. أنا مش عارفة أضغط الموبايل، الساعة بتغمق وساعة تفتحي ليه، مش عارفة. بس يلا بينا نشوف هنعمل ايه. صلوا على النبي يا بنات. النهارده بقى هنعمل فاكهه. طبعا بقى انا مش قادره اقف، انا هبطل من الوقفه. النهارده يوم الاثنين وايه الدنيا يعني كانت بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم عارفين، اللي متابعني عارف ان انا يوم الاثنين ده دايما ببقى يا اما عامله الطبيخ قبليها يا اما نعمل ايه، رنجه. عايزين نقص كده يا توتو، هنسمي الله. التك كده بصي يا بصي، عايزه اقول لكم الاسعار النهارده كانت في السوق الله المستعان عليها. والله الاسعار النهارده كانت دمار 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 شامل. الحاجه كانت غاليه عن كل مره. الكمثرى كانت السوق اللي فات الكيلو ونص ب 10. السوق ده مش حلو يعني، ما تقدريش تشتريها ب 10 جنيه. كل حاجه، التفاح كان 25 جنيه. كل حاجه السوق ده كانت صعبه جدا جدا. التك كده هنمسك الرنجه ديت زي ما انتم شايفين. هشتري الراس دي كده، افتحي من هنا كذلك الثانيه. انا عايزه اقول لكم دي من اجمل الاكلات اللي انا بحبها. انا بحب الحاجات دي جدا. هنسمي بالله على وشكم حلو. لقيت مطروخ. الله الله، دي بقى قلبي قلبي. مش عارفه انا ايه اللي خلاني احب الاكل ده. زي ما انتم شايفين اهي. صلوا على النبي وسموا الله وقولوا ايه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله اكبر. امسكي الرنجيه كده زي ما انت شايفه اهو. طبعا انت مش شايفه عشان الكاميرا بعيد. بصوا هنشتغل كل ده وترك السكينه كده. كل ده هنشتغل. طب هتعملي ايه يا بنتي يا ميرا سكر انتي؟ تعالي دلعي نفسك، دلعي نفسك. محدش هيدلعك والله، دلعي نفسك وابسطي نفسك. زي ما انتم شايفين. عايزه اقرب لكم الكاميرا شويه ولا انتم شايفيني ولا ايه؟ كل الحاجات اللي في البطن دي هتشيليها كده تجيبيها بالسكينه عشان تبقى السمكه بتاعتك نضيفه وزي الفل. عايزه اقول لكم والله يا جماعه، الحسد ده مذكور في القران فعلا. الواحد بس بيزعل من مواقف كده الواحد بيشوفها بيقول الله المستعان عليها. والله العظيم انت شفتي حاجه عند حد قولي ما شاء الله، قولي ما شاء الله. ما تستكتريش على حد حاجه ربنا مديها له انت مش عارفه هو واخد منه ايه. جايز يكون ربنا مديكي فلوس بس واخد منك صحه. جايز يكون ربنا مديكي صحه بس واخد منك فلوس. جايز ربنا يكون مديكي عيال بس يعني ما عندكيش مال. جايز يكون ربنا مديكي مال بس ما عندكيش عيال. انتي واخده 24 قراط وانا واخده 24 قراط. بصي في رزقك، بصي في حياتك، ما تشغليش دماغك بغيرك. حته ان انت تشغلي دماغك بغيرك انت اللي بتبقي تعبانه. والله العظيم والله. معلش اعذروني يا جماعه، بس يعني ايه، الواحد بيشوف حاجات كده بيستغرب والله العظيم للناس. انت ربنا مديكي حاجه قولي الحمد لله عليها، تبقى فاضيه معاكي. بصي قولي الحمد لله على اللي انت فيه. انت معاكي رزق وانا معايا رزق، بس رزقي ورزقك مختلف. انت رزقك ربنا مديهولك عيال، انا ممكن اكون ما عنديش عيال. انت رزقك ربنا مديهولك مال، انا ممكن ما يكونش عندي المال. انت رزقك خدتي كل حاجه، خدتي مال وخدتي عيال وخدتي كل حاجه، بس ما عندكيش الرضا. واللي ما عندوش الرضا عمره ما بيرتاح. ودي اصعب انواع الرزق اللي ربنا ما اداهاش للانسان.
انك تكوني مش راضيه بحياتك، انك دايما باصه لغيرك، دايما حاطه عينك على غيرك، دايما حاطه مناخيرك في حياه غيرك. يا جماعه غلط والله، يا جماعه غلط. قولي الحمد لله على اللي انت فيه واحمدي ربنا. ارضي، ارضي. انا ليا ربنا يديمها نعمه في حياتي يا رب، يا رب يديمها نعمه في حياتي. مش عايزه اقول لكم رضا الدنيا كله اتحط في الست دي. الرنج زي ما انتم شايفينها، هنحطها هنا. رضا الدنيا كله محطوط في الست دي. دايما راضيه، معاها ما معهاش راضيه، مريضه سليمه وراضيه، دايما مفيش مقلة الحمد لله. عارفين والله العظيم، يعني هقول لكم على حاجه هو المفروض ان انا ما اقولهاش، بس هقولها انتوا بقى يعني ايه فانزاتي وحبيباتي، هقولها لكم. ساعات بتستكتر النعمه اللي هي فيها. ساعات بتقول انا حاسه ان انا كده ربنا مديني حاجات كتير، رغم هي ما عندهاش حاجات كتير ولا حاجه. يعني هي ست مريضه وست ربنا اداها الصحه، يعني ماشيه بعجوبه كده من ربنا. تقول لك ايه، انا ساعات بحس ان ربنا مديني حاجات كتير كتير عليا، يعني انا عندي كل ده، انا عندي كل ده، هي ما عندهاش حاجه. يعني هي عندها الرضا، والله العظيم يا جماعه عندها الرضا، عندها الرضا فقط، وتعبانه صحيا يعني ما يعلم بالله ربنا، بس ربنا انعم عليها بالرضا. لا عمرها غارت من جاره ولا من قريبه ولا من اي حد، مع نفسها طول حياتها. الست دي كده ربنا سبحانه وتعالى مديلها رضا بكل اوقاته، الرضا بكل اوقاته. فالرضا دي نعمه ربنا يا رب، ده نوع من انواع الرزق برضه، ربنا ما يحرمناش منها يا رب. تعالى راضيين دايما كده ان ربنا قسمه لنا ورضينا بيه، يعني رضينا يا رب باللي انت كاتبه لنا يا رب. فلما تشوفي حاجه عند حد ما تستكتريهاش، ما تقوليش انت ربنا رزقك بالبنات وانا ربنا ما رزقنيش، ما تقوليش انت ربنا رزقك بالصبيان وانا ربنا ما رزقنيش، ما تقوليش ربنا رزقك انت عندك عربيه وعندك وانا ما عنديش، ما تقوليش الكلام ده. قولي الحمد لله، خليكي قنوعه وقولي الحمد لله. اللي لما بتحمدي ربنا صدقيني والله العظيم ربنا بيفتحها عليكي من اوسع الابواب. انت ما بتبقيش عارفه الرزق اللي جالك ده جايلك منين ومنين ومنين ومنين. الرضا في حد ذاته، انت لما بتقولي الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيخليكي ترضي، بيخليكي ترضي، بيديكي حته الرضا اللي هي ناقصاكي. انا رغايه صح؟ مش مشكله، تستحملوني بقى، انتوا حبايبي فاستحملوني. انا بس حبيت اقول لكم الحته ديت لان في ناس بتستكتر عليكي النفس، في ناس بتستكتر عليكي كل حاجه انت عايشاها. يا جماعه لما بيبقى في حد حاطط عينه في حياتك الدنيا بتبوظ عنك. اللهم صل على النبي. بصي كده يا مريم، مش عارفه طبعا بقى ايه عيالي. يعني دي سلطه الطحينه اهي عملناها امبارح مع بعض، ساعه ما عملنا ايه من تلت فرخه الاكل. حطي هنا شعرك ده، هاتي من لا استنى، هنعملي ايه بنت يا ميرو؟ هنسمي الله. هنعمل نص رنجه، لان انا عندي البنوته الكبيره لازم تاكل من نص رنجه دي، ما ينفعش ان انت ايه يعني نعمل الرنجه من غير ما هي تاكل. بس يا باشا هنضرب ده في الخلاط، واول ما هيتجانس مع بعضه هنزل بالرنجه وبالطحينه. افصل دي كده على المضرب ده زي ما دي الرنجه اهي. عملنا نص الرنجه وعملنا سلطه الرنجه اهو مع بعض. طبعا لما بتقصي الحاجه بالمقص بتديكي شكل جمالي احسن منها لما بتقطعها شويه. وبرده لما بتقطعها شويه يعني في ناس انا عن نفسي هقول لك تكوسي في الاكل بعيد عن عيالي. بصراحه ربنا انا وجوزي بنحبها كده، انما عيالي بقى لا، لازم ان انا ادلعهم. ما انتش ضامنه جوازتهم هتبقى عامله ازاي، فلازم ان انا ادلعهم. زي ما انتم شايفين اهو. كترتي؟ طب خلاص ما تحطيش تاني. كده ضربنا نص الرنجه خلاص، وادي سلطه الرنجه. تعملي ايه تاني يا بنتي؟ اللي عايز يحط عليها زيت يا بنات يحط، انا مش بحب الزيت قوي بصراحه. يعني في عليها جميل.
بسم الله. لازم في المطبخ. زي ما انتم شايفين اهو. هننزل كده. هو المفروض كنت عملت الكلام ده في المطبخ، بس بصراحه انا مش قادره اقف النهارده. انا رحت مشاوير كتير وجيت وحصل مني حاجه كده زعلتني، فمش قادره ان انا اروح واجي. قلبي بقى مع بعض كده. ادي سلطه الرنجة. عايزه تحطي بصل حطي، انا مش عايزه احط بصل خلاص. اللي عايز ياكل بصل، لان مش عارف كلهم بيحبوا البصل. يا سيدي يا سيدي على الالوانات والجمال. عايزه تحطي فلفل برضو حطي. هبقى اول طبق خلص واجي نحط ده هنا. تعالى كده يا مريم، هاتي دي. اقفلي ايديها ثانيه. ده كده الطبق الثاني اهو. زي ما انتم شايفين اهو. هي عيالي بيحبوها كده، يعني بنتي لازم تاكلها كده. اعمل ايه هنا؟ هاتي كده حبه زيت يا مريم. جميل. حبه عصر ليمون وبعدين تحطي على الوش. عايزه تحطي بصل حطي زي ما انت عايزه حطي اللي انت عايزاه حطي. وهنا ده اول كده طبق جانبي خلص. بسم الله. وهنا برضو هعمل بقى كلها بقى ونوصل لهنا. كمان ده روح الرنجة يا جماعة. ايوه انت ما قلتيش صح. برافو عليك. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله برافو عليك. بركة الصحة. كده ده اول طبق خلص. هتعملي ايه؟ هتشميره. وادي الطحينه بتاعتنا هاخد منها برضه. مش عايزه امسك الطبق عشان ما يفضوش. هنزل كده على الوش زي ما انتم شايفين، وهنزل برضه على الرنجة الثانيه اهو. افصلي كده وهاتي كده لان الكاميرا مش مبينه بصراحه. زي ما انتم شايفين اهو. كل الوليمه اللي انا عاملاها دي من رنجايتين. 2 رنجه. رنجايه ورنجايه. عايزه اقول لكم الطبق ده انا بحبها كده، وبحبها كمان من غير ده. هتعملي ايه تاني يا ميرو؟ تعالي تاكي كده استوبيا منه. ده اول طبقين خلصوا. استنوا عشان دي المفاجاه بقى. شدي الاطباق دي كده وهاتي لي ده. ده بقى العيش. ده العيش. سمي بالله. هنشتغل كده على طول. بسم الله. قوي قوي قوي. نص مش عايز يمشي. بسم الله. انشفي يا اميره كده. انشفي انشفي يا صلاه النبي. ده الفسيخ اللي احنا يا جماعه خليناه معاكم قبل كده. بسم الله. نفتح من هنا. وزيت وليمون بقى. يا لهوي يا لهوي على الذوبان. شايفين يا بنات؟ قربي كده هنا من الكاميرا. زق الموبايل. دوب 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 زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا. شايفين يا بنات؟ زبده والله العظيم زبده. شايفه لونها؟ عايزه اقول لك شوفوا انا مخليلها من امتى. قلبي. كل اللي انا هعمله هشتغل ده كده. عايزه تخليه اخليه. انا بصراحه الفسيخ لازم اكله كده زي ما هو، يعني ده الحاجه الوحيده اللي انا ما بحبش اكلها.
اللي احنا كنا مخليينه مع بعض. والله العظيم كده حاجه واحده. هات طبقه منا على المسطح ده، الحاجات التانيه كمان. جت عشان كنت غسلاها وشايله الحاجات اللي فيها. مش عايزه ازفره، انت كده وسيبوني. والله يا بنات، والله اي حاجه بتعملوها في البيت انضف بكتير. اللي فيه كده مين؟ اللي فيه كده كده اهو سنه بس عشان يجيب كده اهو. شاطر يا توت. يفتحك منين يا مقلبزه انتي؟ حاجه كده دلع، حاجه يا بت يا ميرو دلع. تسلم ايدك، تسلم ايدك، والله تسلم ايدي وتسلم ايديا وتسلم ايديا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تحفه يا بنات، تحفه تحفه تحفه. الناس بتوع اليحة والمش عارفه ايه، لو سمحتوا بعد اذنكم مش عايزه كومنت سلبي. الناس اللي مالهمش في الاكله دي اصلا ما يعلقوش. يعني ناس اتفرجت مش عايزه، خلاص ما تعلقيش. عايزه اوريك المنظر عامل ازاي، والله يخطف القلب. سمنه يا ولاد، سمنه يا نهار. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. انا الفسيخ ده انا اللي هفترسه، وليا بنت واحده من بناتي هي اللي بتاكله. انا فتحتها طبعا. انا مش هرمي الراس لان لسه هفصفص، بس من ورا الكاميرا بقى. عايزه انتوا بتقولوا ايه؟ تكونوا فاكرين ان انا هرمي الراس ولا حاجه. لا، اللي بياكل فسيخ عارف ان دي لازم تتفصفص. سمعتوا بنتي بتقول ايه؟ عماله تاكل منقم. طب استني مصوره وبعدين كله. والله يا بنات شوفوا، ادعوا لي دعوه حلوه. مش مالح، ادعوا لي دعوه حلوه. شوفوا مش مالح حاجه كده ايه، زبده. مش عايزه ابوظ منظرها، بس شوفوا عامله ازاي. شوفوا، خدي يا منى. شوفوا شايفه عامله ازاي. بس خلاص. حط بقى يا لهوي كام ده قوي. بتشوف كده مش محتاجه اصلا انها تستوي كده خلاص. طبعا لسه فسيخ. انتوا لو انتوا خدتوا بالكم بقى حطوا لكم الكيسه دي. انتوا بتعملي ايه يا ميرو؟ لو انت واخده بالك انا بعين كل واحده في الكيسه بتاعتي. طبعا الكيسه دي مش هتغيرها الثلاجه تاني، والتانيه ديت هخليهم بقى واعملهم ايه سلطه على طول. بعين كل واحده لوحدها. انا ما ينفعش ان انا احط الفسيخ في كيسه واحده. انا بعين كل فسيخايه في كيسه، ما ينفعش ان انا احطهم على بعض. خدي دخلي ده جوه على طول على الرخام عشان الارضيه. تكستوا بكده منه. ده يا جماعه شكل الغدا بتاعنا النهارده. والله العظيم ده اجمل حاجه بالنسبه لي. عايزه اقول بسم الله ما شاء الله. شوفوا حاجه كده يعني ايه تفتح النفس. وكل ده من ايه؟ رنجايتين والفسيخ انت كده كده عاملاه في البيت. ده بينفع في ايام الازمات اللي زي النهارده كده. وسلطه وبصل، طبق البصل بتاعي والسلطه والعيش البلدي ودي. اسوأ حاجه لما تكوني بتصوري والستاند بتاعك مكسور او بايظ، ده بيبقى يعني شلل. بس يلا، ايه رايكم في الغدا بتاعتنا النهارده؟ ده كان غدانا. اللي يعجبه الفيديو ووقف لحد هنا يقول لي بيتابعني منين، ويعمل لايك وسبسكرايب للقناه. وما ينساش يقول ايه، ارفعي بقى الكاميرا، يقول لي بيتابعني منين، ويعمل ايه تاني يا ميرو؟ يعمل لايك وسبسكرايب للقناه. وما ينساش يقول ايه، برافو عليكي. بقيات الصلاحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله اشوفكم في فيديو جديد مع ميرو. باي باي.